اسمي ميرا. عمري الآن 33 سنة. تزوجت وأنا في 15 من عمري. نعم، أنا لم أكمل حتى تعليمي الثانوي حين دخلت عالم الزواج. القصة بدأت عندما جاء والدي ذات يوم وقال لي مبتسماً: يا ميرا، جالك عريس مناسب، شاب وحيد وغنٍ ومحدش حيضايقك. كنت طفلة ألعب في الشارع مع صديقاتي، أركض وأضحك، وفجأة وجدت نفسي محاصرة بقرارات الكبار. رفضت في البداية، لكن خالاتي وعماتي ووالداي أخذوا يقنعوني بالمنطق. هو راجل محترم، عنده فلوس، شقته مفروشة، وانتي هتعيشي زي الملكة. والأغرب أنهم آمنوا حقوقي القانونية، ووعدوني بأني حين أبلغ السن القانوني سنكتب عقد القرآن رسمياً. صدقتهم، أو ربما شعرت بالخوف فاستسلمت. بعد 6 أشهر من الخطوبة تم الزواج. في ليلتي الأولى شعرت بالصدمة. كان تصرفاته غريبة متسرعة، وكأنه رجل غليظ الطباع لا يعرف كيف يتعامل مع فتاة صغيرة. كنت خائفة ومشوشة، لم أفهم شيئاً مما يحدث، لكني تذكرت كلمات أهلي: هو كويس بس محتاج وقت. وبعد شهرين فقط من الزفاف بدأ يضغط علي عشان أحمل. كنت لا أزال في 15، جسدي ضعيف، لم يكتمل نموياً بعد، لكنه أصر وأخذني إلى الأطباء. بدأت رحلة مرعبة من المنشطات والأدوية، شهر بعد شهر ودكتور بعد دكتور. كل ما تأخر حملي كان يزداد بروداً وقسوة في تعامله. كنت أبكي كل ليلة وأسأل نفسي: هل هذه هي الحياة التي وعدت بها؟ 3 سنوات كاملة، هذا هو عمر عذابي الحقيقي. 3 سنوات لم أعرف فيها طعم الراحة أو السعادة. كنت أتنقل بين عيادات الأطباء، أتناول المنشطات التي غيرت هرموناتي وبدني، وكل شهر يمر دون حمل كان يعني لي كارثة جديدة. كان زوجي، دعني أسميه خالد، يتحول إلى وحش كلما أظهرت نتيجة الاختبار السلبية. كان يتجاهلني تماماً، كأني غير موجودة. ينام في غرفة وأنا في أخرى، ولا كلمة طيبة ولا نظرة حنون. وإذا أراد شيئاً كان يمسك بي بعنف دون أي مقدمات، وكأن جسدي مجرد أداة. وبعد أن ينتهي كان يدير ظهره كأن شيئاً لم يحدث. كنت أشعر بالقذارة والذل، لكني صغيرة وخائفة. حاولت الانفصال عنه أكثر من 10 مرات. كنت أهرب إلى بيت أهلي، أبكي وأستغيث وأقول لهم: خلصوني من هذا الرجل. لكن الإجابة كانت دائماً واحدة: اصبري، هو راجل محترم، كل الرجالة كده. أو استني لما تجيبي عيال كل حاجة هتتغير. في مرة ضربني، وفي مرة أخرى أهانني أمام أهله، ومع كل مرة كان أهلي يردونني إليه بعد أيام من الدموع والوعود الكاذبة. شعرت أن لا مفر، وأن حياتي أصبحت جحيماً مألوفاً. بدأت أفقد الأمل، وبدأت أقتنع أن هذه هي طبيعة الحياة الزوجية، وأن كل النساء يعانين بصمت مثلي. لكن شيئاً بداخلي كان يرفض الاستسلام، كان يحلم بيوم مختلف. في اليوم الذي قررت فيه أن أهرب نهائياً، أخذت أغراضي ومشيت من بيته دون النظر إلى الوراء. بقيت عند أهلي شهراً كاملاً، وللمرة الأولى يشعرون بأني جادة. حتى والدي قال: بنتي تستحق حياة أفضل. بدأت إجراءات الانفصال، وكنت أشعر بخفة غريبة، كأن جبلاً سقط عن صدري. لكن جسدي كان يرسل لي إشارات غريبة: تعب، غثيان، دوخة. أمي قالت ببراءة: يمكن تعبانة من التوتر. لكنها لاحظت أن الأعراض استمرت، فأصرت أن نذهب للطبيب. وعندما قال الدكتور: مبروك، أنت حامل في الشهر الثاني، سقطت الدنيا من عيني. كيف؟ وبعد كل هذه السنوات، وبعد أن يئست كل الأطباء؟ والدتي لم تصدق، ظنت أن التحليل خطأ، لكن السونار أظهر جنيناً صغيراً ينبض. فرحت أمي كأنها هي الحامل،
وأسرعت تتصل بخالد، وما إن أخبرته الخبر حتى جاء مسرعا في أقل من 20 دقيقة، كأنه كان ينتظر على أحر من الجمر. تغير وجهه تماما، أصبح حنونا خائفا علي، يجلب لي الهدايا والطعام ويطلب مني أن أعود إلى بيته. رجعت على أمل أن يكون الطفل هو مفتاح تغييره. وفعلا أثناء فترة حملي كان مثاليا. تركني عند أهلي لراحتي، وكان يزورني يوميا بالورد والحلوى. ولدت طفلا ذكرا يشبهه تماما، وكان يوم ولادته أسعد أيام حياتي. أقام حفل سبوع أسطوري، وكنت أظن أن كابوسي انتهى وأن حياتي الزوجية ستبدأ من جديد. بعد أن بلغ ابني عامه ونصف، بدأت خيوط المسرحية تنكشف من جديد. عاد خالد إلى برودته وإهماله، وبدأت المشاكل تدب بيننا. في إحدى المرات خرجت مع صديقاتي دون إذنه، فحدثت بيننا معركة كبيرة. ذهبت إلى بيت أهلي، واكتشفت هناك أنني حامل مرة أخرى بالصدفة. اضطررت للعودة إليه، لكن هذه المرة لم أكن مستعدة لأن أكون الضحية مجدداً. بدأت أشعر بأن لي حقوقاً، وأن عمري أصبح 22 سنة، وأنا لست الطفلة الجبانة التي كانت قبل 7 سنوات. قررت أن أعيش لنفسي. بدأت أهتم بنفسي، بشعري، بملابسي، بخروجي مع صديقاتي. أصبحت أستخدم الموبايل بحرية، وأفعل ما أريد دون استئذانه. كان الأمر كما لو أنني طائر خرج من القفص. والمفاجأة أن خالد لم يعترض كثيراً، بل على العكس كان يبدو راضياً أو غير مبال. عشت هذه الحياة المتحررة حوالي سنة كاملة، وكنت سعيدة كسعادة طفل وجد لعبة جديدة. لكن ذات يوم طلب مني هاتفي لأنه عطل هاتفه، ونسيت أن أخرج شريحة البيانات. فوجئت برسائل تصل من أصدقائي وأشخاص أعرفهم، فقرأها وغضب كالنار. أخذ الأولاد وذهب بي إلى أهلي، وهددني بأشياء لن تنسيها. تدخل الأهل والوسطاء، ووافق هو على العودة، لكن بشرط غريب. قال لي: أنا مستعد أسامحك، لكن عايزك تعملي حاجة معينة لما نرجع. كنت خائفة ومترددة، لكنه أقنعني بأن هذا سيجعل حياتنا أفضل. وبالفعل بعد العودة طلب مني أن أقوم بأشياء كنت أخجل منها، وتفاجأت بأنه هو نفسه من يشجعني ويدفعني لذلك. ما كان يبدو كتحرر صار مع الوقت إدماناً مدمراً. خالد لم يكتفي بأن يراني أفعل تلك الأشياء، بل بدأ يقترح علي أن أحضر أصدقائه، ثم أصدقائي، ثم أصبح الأمر مفتوحاً. للأسف كنت ضعيفة أمام رغباتي، وأمام شعوري بأني أخيراً أتحكم في حياتي وجسدي. استمر هذا الحال حوالي 5 سنوات. كنت أحسب أني حرة، لكني في الحقيقة كنت أقع أعمق في مستنقع. بدأت أشعر بالاشمئزاز من نفسي ومنه ومن كل من حولي. أدركت أن ما أفعله ليس حرية، بل هو انهيار لكرامتي. حاولت الانفصال عنه، لكنه رد ببرود: هتطلقي ليه؟ أنا بديكي كل حاجة عايزاها، ولو سبتيني مش هتعرفي تعملي حاجة من اللي بتحبيه من غير وجودي. أنا اللي ضمنك. كانت كلماته سامة، لكن الأسوأ أنه كان يحتفظ بمقاطع فيديو وصور من قديم الأيام ومن الجديد أيضاً، يهددني بنشرها إذا تركته. والآن أولادي كبروا، وهم يرونني ويسمعون. أصبحت أشعر بالعار كلما نظرت في عيونهم. خالد لا يريد الطلاق، وأنا أعيش معه في بيت واحد، لكن كغريبة عنه. كل منا في عالمه، ولا تجمعنا إلا الأسرة والأولاد. أنا اليوم امرأة جميلة، مهتمة بنفسي، وأنظار الناس تتبعني أينما ذهبت، لكن داخلي فراغ كبير وندم يلتهمني. أريد حياة طبيعية، زوجاً يحترمني ويحبني، وشخصاً يشبع احتياجاتي النفسية والجسدية دون إذلال أو خوف. لكن خالد يمسك بمفاتيد حياتي،
أولادي، سمعتي، حريتي. لا أعرف كم سأتحمل، ولا أعرف كيف أهرب من هذا القفص الذهبي الذي تحول إلى سجن. أتمنى أن أجد نصيحة أو حلان، فأنا غارقة في بحر من الندم والخوف.